ماس وخطط وتشكيل. طب معانا وكل حسام سلامه على التليفون يا كابتن. مين حسام سلامه؟ مين؟ اللي هو حسام باولو. ازيك يا حسام؟ كابتن خالد. يا باولو، ايه حكايه باولو دي؟ باولو روسي. لا بجد والله. باولو روسي. باولو روسي. كان والله كنت بلعب مع اصحابي وبتاع، قالوا لي زي باولو روسي كده وبتاع، في طوله في جسمه كده، فطلعت عليا من زمان يعني باولو دي طلعت عليك عشان باولو روسي بتاع ايطاليا. اكيد، ما فيش باولو. وما كنتش حاطط في دماغك ان باولو دي هتفضل معاك وتبقى هداف الدوري اسمه حسام باولو؟ والله العظيم يا كابتن الحمد لله، ده فضل من ربنا. كان يعني الواحد والله لو حكيت لك المشوار يا كابتن يعني لازم. ما يا ابني ما حدش والله يا حسام، ما حدش مديني نعمه دلوقتي والحمد لله محافظ عليها، والحمد لله في كل نادي لعبت فيه ما فيش لا يكون مثلا 23 هدف 10 اهداف 15 يعني الحمد لله. طب اسالك سؤال يا حسام. نعم. ومحدش يعرف الموضوع دوت. انت كنت لعيب طايره؟ لعبت طايره. لعبت طايره في نادي توخ. في توخ. لعبت طايره، كره طايره اول بداياتك طايره ولا كوره؟ لا انا ده الكوره دي في دمي، يعني عندي الكوره دي في دمي. هو قال لك اجرب الطايره. لعبت سنتين. ولعبت طايره في نادي توخ. وبعدين رحت توخ لعبت طايره. بس يا كابتن انا اختبرت اصلا، رحت الزمالك اختبرت ورحت الاهلي اختبرت. ما نجحش في الاختبارات كتير لما ربنا ما ادانيش الحظ، قلت اجرب الطايره. لعبت طايره سنتين كنت بتلعب ايه الطايره؟ كان مكانك ايه في الطايره؟ صانع العاب. نعم. كان مكانك ايه، ضارب ولا كان مكانك ايه في الطايره؟ مش طويل. لعبت والله ليبرو في سنه، والسنه الثانيه لعبت دريب على الشبكه، دريب 4. يعني حسام هداف الدوري المصري كان لاعب طايره. والله. واتقلشت من الاهلي ومن الزمالك ومن الترسانه؟ كل الاختبارات اللي راح. والله اختبرت اهلي زمالك ترسانه ورحت السكه الحديد، ولما خلاص فاض بيا وقلت ربنا لسه مش رايد، فالحمد لله جت كده من عند ربنا. رحت توخ 3 سنين، فالحمد لله اول سنه ربنا كرمني ب 23 هدف. رحت منه في 6 شهور مع الكابتن حمدي ابو راضي، ربنا كرمني ب8 اهداف. رحت راجع تاني، رحت سكر ابو رقاص مع الكابتن هشام عبد الرسول. اول سنه كان 5 اهداف. السنه الثانيه جه الكابتن هشام صالح، ربنا كرمني خدت هداف ال3 مجموعات. المجموعه كانت 16 فرقه 16 هدف مع رضا متولي. فالحمد لله رحت السنه الثالثه الحومديه، ربنا كرمني مع الكابتن حماده مرزوق 10 اهداف. ورحت راجع الشمس مع الكابتن هشام صالح، فنشت برضه ب10 اهداف الحمد لله. رجعت الشمس مع الكابتن هشام صالح، فدي تاني سنه ليا في الدوري الممتاز، فالحمد لله ربنا مديني نعمه دلوقتي وانا محافظ عليها. طب وانت السنه اللي فاتت كنت فين يا حسام؟ السنه اللي فاتت كنت في الداخليه مع الكابتن علاء، بس كان طبعا ما كنتش بلعب بصفه اساسيه. كان بيلعب عليك بس خلاص. كان بيلعب مين اللي بيلعب عليك؟ كان بيلعب ثاني يوسف. بس عايز اقول لك حاجه، انت خلاص كده حطيت نفسك في تاريخ الكره المصريه. وده مش هيرجع تاني، يعني 20 نادي خلاص مش هترجع نادي تاني. اعتقد ان الدوري مكان 20 نادي من مجموعه واحده، انت هداف الدوري، الا بقى لو باسم مرسي جه في ال4 ماتشات والله يا كابتن انا بتمنى من ربنا ان الزمالك ياخد الدوري وياخد كل البطولات، بس ما يحصلنيش. ماشي، مبروك يا حسام، والف الف مبروك هداف الدوري المصري. كان لاعب طايره، دي مفاجاه دي يا كابتن. هتتكرم معانا يا حسام بقى بجمعيه اللاعبين المحترفين. تفتكر يا كابتن ان هو كان لاعب طايره مثلا وهو ليبرو وبيطلع فبتفرق معاه في الاجوان؟ طبعا. الجامب بتاعه عالي. الجامب بتاعه عالي، فيقدر يجيب جوان بدماغه ويقدر يطلع يعمل جامب عالي. طيب كده. عشان كان في بس جمهور من السودان كان اتحاد العاصمه بيلعب المريخ، كسب اتحاد العاصمه 1-0، فمن السودان حد بيكلمني على الفيسبوك وبيقول والنبي يا كابتن خالد جيب لنا الجون بتاعنا اللي اتلغى والتحكيم ومش تحكيم، فعايزين